يا أحباب الزهراء، إنكم بفعاليتكم المباركة هذه تسنون للأجيال القادمة شعيرة مقدسة نحيي فيها كل معاني الحركة الرسالية لفاطمة الزهراء، ونجدد قضية الزهراء لنعرضها للعالم. فقد آن الأوان إلى أن تنصف الأمة فاطمة الزهراء، وكفى الإهمال والتضييع لأكثر من 1400 عام. فاصبروا وصابروا وجاهدوا لترسيخ هذه السنة الشريفة، فإن الإمام الصادق عليه السلام عدها من أقسام الجهاد. قال عليه السلام: وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها، فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال، لأنها إحياء سنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فلنبدأ من اليوم عملا دؤوبا مستفيدين من كل وسائل الاتصال والإعلام والتبليغ، لنعرف البشرية جميعا طريق الحق الذي رسمته فاطمة الزهراء. وستلقون من الله تبارك وتعالى تأييدا ونصرة وقبولا. وستلقون من الله تبارك وتعالى تأييدا ونصرة وقبولا، فإنكم ترون العالم اليوم مقبلا على تعاليم أهل البيت السامية، وقد فتح أعينه على إسلام جديد غير الصورة البشعة التي سنها من ظلم الزهراء عليها السلام وغصبها حقها، وسار على نهجه من هم على شاكلته إلى اليوم. ففرص الهداية إلى طريق الحق اليوم عظيمة، فاغتنموها ببركة قضية الزهراء. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام مرغبا: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت.